بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني يا أحلى حبايب وأحلى متابعين. تعالوا النهاردة نسمع مع بعض أحلى خبر. طبعا ربنا يقدرنا ونجيب الأخبار الحلوة ونشوف الحكومة هتوصل معانا لإيه. طبعا زيادة المعاشات والمرتبات والحد الأدنى، وزيادة الحد الأدنى للأجور ل 8000 جنيه، وزيادة المعاشات 15%. ده تصريح من النواب والخبراء اللي موجودين، وده خلال الحزمة الاجتماعية في 26، سنة 26. أما نشوف بقى الحكومة والأجور. تصريحات هامة وعاجلة. تصريحات فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. الحد الأدنى يتخطى 8000 جنيه، زيادة الحد الأدنى 15%. الزيادة الجديدة تتخطى 1000 جنيه. اهلا وسهلا بحضراتكم معانا في فيديو جديد، وكل عام وانتم بخير. الزيادة تتخطى وطبعا 1000 جنيه. النهارده معانا اول تقرير رسمي يظهر عن زياده الحد الادنى، هنعرضه على حضراتكم بالتفاصيل. احنا بعيد عن الايجار القديم خالص. في البدايه بنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. وعن الزياده المرتقبه، زياده الاجور والمعاشات والحد الادنى. طبعا دلوقتي مصر كلها بتتكلم عن ان في زياده للاجور والمعاشات ضمن الموازنه العامه للدوله العام المالي المقبل 2026-2027، وده بحسب تصريحات رئيس الحكومه دكتور مصطفى مدبولي ووزير الماليه خلال المؤتمر الصحفي اللي فات. الزيادة المرتقبة دي رفعت سقف التوقعات في الشارع المصري بشأن الحد الأدنى للأجور الجديد، خاصة إن في توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بإن تكون الزيادة المرتقبة غير اعتيادية، ودي الكلمة اللي احنا سمعناها في المؤتمر من رئيس الوزراء ومن وزير المالية. طبعا حضراتكم يعني قلتوا في الكومنتات أو كتبتوا لنا، هو انت يا استاذه بسمه بتصدقي الناس دي او بتصدقي الحكومه دي لما قالوا ان الزياده غير اعتياديه؟ طبعا احنا مش هنصدق حاجه دلوقتي، بدليل التصريحات اللي كانت قبل كده في العام الماضي ان الزياده موفقه جدا جدا للمعاشات والمرتبات، وفي الاخر الزياده طلعت هي الزياده السنويه بدون اي زيادات اخرى. وبالنسبه للحد الادنى للاجور طبعا في توقعات بان يتجاوز ال 8000 جنيه. بإن يتجاوز ال 8000 جنيه. توقعات مين؟ الخبراء الاقتصاديين. بناء على ايه؟ بناء على اجراءات الاصلاح الاقتصادي اللي الحكومه دايما بتقول للدرجه الرابعه يا جماعه ان شاء الله تبقى 8000 الاقتصادي خلال عام 2026 او الدرجه السادسه. ده الكلام اللي احنا سمعناه على مدار الشهور اللي فاتت. من الرابعه للسادسه 8000. الاقتصاديين قالوا ان الزياده المرتقبه للحد الادنى للاجور ممكن تتجاوز ال 8000 جنيه، ده هيكون على اقل تقدير بارتفاع 15%. ورغم ان معدل الزياده المتوقعه من الخبراء بيبدو اعتيادي ومتماشي مع معدلات الزياده اللي كانت في الحد الادنى للاجور على مدار السنوات اللي فاتت، طبعا كان 6000 بقى 7000، يعني بزياده 1000 جنيه. دلوقتي ممكن يزيد ل 1000 جنيه يبقى 8000. لا، التوقعات بتقول ان هيكون اكتر من ال 8000 جنيه، لان الزياده اللي فاتت كانت اعتياديه اللي هي ال 1000 جنيه، الزياده دي هتكون غير اعتياديه، يعني هتكون اكتر من 1000 جنيه ان شاء الله. اما بالنسبه لتصريحات الرئيس السابق لجنه الخطه والموازنه في مجلس النواب دكتور فخري الفقي، قال ان الزياده المرتقبه او المتوقعه للاجور في مصر مع بداية العام المالي المقبل هتسهم في تحسين الظروف المعيشية وتحفيز القوى الشرائية للمواطنين، خاصة مع التراجع المستمر لمستويات التضخم. احنا نزيد من هنا والاسعار تقل من هنا. المتوقعة للأجور ممكن تصل ل 15% بحد أدنى، ودي زيادة ممكن تكون مناسبة في حال استقرار متوسط التضخم للعام المالي المقبل عند حدود 10%. طبعا حضراتكم دايما بنقول ان الحكومة بتعلن ان في انخفاض في التضخم، وده طبعا مش كلامنا ولا تصريحاتنا عشان الناس اللي بتزعل من الموضوع ده، دي تصريحات من الحكومة وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. احنا بنجيب المعلومة يا جماعة، احنا ما علينا الا بنعرض يعني الامر. الرقم القياسي لأسعار المستهلكين هو اللي بيحدد التضخم العام، وهم حاليا وصلوا نسبة التضخم ل10.1%. علشان كده خبراء الاقتصاد شايفين ان الحد الادنى للاجور لو وصل بنسبة زيادة 15% فهيكون كده زيادة موفقة وزيادة معقولة بالنسبة للتضخم. لكن الزيادة المتوقعة هترفع الحد الادنى للاجور في مصر
لما يتجاوز 8000 جنيه على أقل قدر، ودي خطوة هيستفيد منها القطاع العام، لكنها قد تمثل تحديا للقطاع الخاص وفقا لتصريحات دكتور فخري اللي الفقي. هيستفيد من الزيادة دي موظفين الدولة بس، ده هم العاملين لكن بالقطاع الخاص الحكومي، الموظفين المسجلين في القطاع الحكومي. أما القطاع الخاص فطبعا بيعاني لحد دلوقتي، لسه ما وصلش الحد الأدنى للأجور ل 7000 جنيه ولا حتى 6000 جنيه، فازاي هيتخطى 8000 جنيه وهم لسه ما وصلوش لل 6000 جنيه؟ طبعا فخر الفقي شايف ان تطبيق الحد الادنى في القطاع العام هينعكس اثاره سريعا على 4.8 مليون موظف في الجهاز الحكومي والهيئات الاقتصاديه وقطاع الاعمال العام. ومعانا في التقرير كمان ان الخبير او استاذ التمويل والاستثمار مصطفى بدرة اتفق مع الدكتور فخر الفقي في الرأي ده، اعتبر ان زيادة الحد الادنى للاجور 8000 جنيه ممكن تسهم في تحسين نسبي للاوضاع المعيشية، واضاف ان الزيادة لن تحقق اثر ملموس اذا لم يصاحبها سياسات لضبط الاسعار وتأجيل اي زيادات جديدة في تكاليف الخدمات والطاقة. يعني لسه هيكون في رفع للخدمات والطاقة بمجرد ما يتم الإعلان عن الزيادة، ممكن يكون في رفع للكهرباء والغاز والمية والكلام ده. طبعا دكتور مصطفى مدبولي قال خلال التصريحات الأخيرة في المؤتمر الصحفي إن مفيش الكلام ده، مش هيحصل. التقرير عرض آراء كتير جدا بالنسبة لخبراء الاقتصاد، ومنهم أحد الخبراء اللي اعترض على النسبة الإدريسي، قال إن النسبة لو تراوحت ما بين 10 ل 15% هيوصل الحد الأدنى للأجور 8000 جنيه. ده ممكن يحسن نسبيا من أوضاع العاملين، لكن مش هيواكب الارتفاعات الكبيرة في أسعار السلع والخدمات الأساسية، خاصة مع التحريك المتكرر لأسعار الخدمات. وأكد إن التجارب اللي قبل كده أثبتت إن أي زيادة في الأجور غالبا بيقابلها ارتفاع في الأسعار، وده اللي احنا اتكلمنا فيه وقلنا إن رئيس الوزراء نفى الكلام ده. رأي الإدريسي إن ده بيقلل من الأثر الإيجابي على المواطنين، يعني اللي بناخده باليمين بندفعه بالشمال، زي ما حضراتكم دايما بتقولوا الزيادة اللي بتيجي من هنا بتروح هنا. قال إن الأزمة الحالية في أسعار الدواجن اللي وصلت لمستويات تتراوح ما بين 140 ل 150 جنيه للكيلو جرام بتعكس غياب آليات واضحة لضبط الأسواق. دايما بنسمع من وزير التموين ومن رئيس الوزراء إن في آليات لضبط الأسواق، وإن مفيش حد هيتجاوز في رفع الأسعار، وإن مفيش احتكار لأي سلعة. التصريحات دي سمعناها على مدار الساعات اللي فاتت. لازم يكون في مراقبة للأسواق، لازم علشان نقدر يعني المواطن يحس ان في زيادة يكون في مراقبة على الاسعار، وكمان تثبيت اسعار الخدمات الاساسية زي الكهرباء والمية والوقود، وده لضمان انعكاس الزيادة سواء في الاجور او المعاشات يكون انعكاسها بشكل فعلي على تحسين مستوى المعيشة. كمان صرح بدرة بأن رواتب المواطنين ما زالت أقل من مستويات التضخم اللي شهدتها البلاد خلال السنوات الأربع الماضية، وده بيتطلب طبعا عشان نحسن الدخل معالجة متعددة المسارات تشمل السيطرة على زيادة الأسعار وزيادة الرواتب تدريجيا من جهة أخرى. بالنسبة لفخر الفقي قال إن زيادة الأجور ممكن إن هي تخلق تحديات أمام القطاع الخاص يمكن استبدالها أو الاستعاضة عنها بتقديم بعض الإجراءات البديلة، زي رفع حد الإعفاء الضريبي، زيادة الإعفاء الضريبي من 60,000 جنيه توصل لمبلغ 72,000 جنيه سنويا. يمكن بالشكل ده إنها ترفع صافي دخول العاملين خصوصا الموظفين الجدد، وده هيعادل 1000 جنيه شهريا بدون أي زيادة في التكاليف على الشركات الخاصة، وده بحسب ما صرح فخري الفقي. كمان اقترحوا أن يكون في توسع في برامج الدعم النقدي والحماية الاجتماعية، برامج الدعم النقدي المباشر للأسر الأولى بالرعاية زي ما حصل في الحزمة الاجتماعية اللي تم إطلاقها خلال اليومين اللي فاتوا. أما بالنسبة لأصحاب المعاشات فبعض الخبراء الاقتصاديين أيضا أكدوا أن زيادة المعاشات بنسبة 15% لا تكون كافية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية. 15% قليلين جدا للمعاشات، زي مثلا إضافة منحة استثنائية تكون 400 جنيه على المعاش وتكون بشكل دائم بعد فترة محدودة. يعني مثلا ما يكونش خلال شهر رمضان وشهر العيد زي ما تم إطلاقها في الأزمة، لا عايزين منحة مستدامة شهريا. كمان اقترحوا تقديم مزايا خدمية لكبار السن زي تخفيض في الفواتير المية والكهرباء والغاز والكلام ده كله، وده طبعا اتكلم فيه قبل كده بعض النواب وقالوا ان دي من ضمن المقترحات اللي هيتم تقديمها للبرلمان، يعني يتم تخفيف الأعباء المعيشية عن أصحاب المعاشات وكبار السن عن طريق الخدمات زي فواتير الكهرباء والمية
والغاز والكلام ده كله، يتم التخفيض بنسبة 50% زي ما المقترح بتاع أحد أعضاء البرلمان ما قال. أما عن رفع الحد الأدنى للمعاشات مساواة بالحد الأدنى للأجور ال 8000 جنيه، المطلب اللي حاليا معظم أعضاء مجلس النواب بدأوا يتكلموا فيه هو طبعا من ناحية العدالة الاجتماعية ومن ناحية القانون والدستور، يعني المفروض أن يتم تنفيذه، لكن في طبعا حسابات للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية. رئيس الهيئة القومية نفسه خرج قبل كده في تصريحات وقال إنه ما ينفعش وما عندناش فلوس، هنجيب فلوس منين للحد الأدنى؟ ليه؟ لأن المعاش بيصرف من صندوق التأمينات، يعني بيعتمد على الاشتراكات اللي حضرتك دفعتها طوال سنوات الخدمة زائد عائد الاستثمار. طيب ما هو عائد الاستثمار طبعا بيتزايد، وكان ممكن ان هو يتزايد اكتر وتكون مبالغ اكتر من كده بكتير لو تم استثماره بطريقة آمنة، لو تم استثماره بنسب أعلى، مش 6% ولا 7%. يعني المفروض ان المبالغ بتاعت أصحاب المعاشات لرفع الحد الأدنى أو لصرف منحة المفروض انها متوفرة، فليه ما يتمش تطبيق رفع الحد الأدنى للمعاش مساواة بالحد الأدنى للأجور؟ التقرير ده النهاردة عرض آراء جميع الخبراء الاقتصاديين بما فيهم رئيس لجنة الخطة والموازنة الأسبق بداخل مجلس النواب دكتور فخر الفقي عن زيادة الحد الأدنى الجديدة اللي هي الغير اعتيادية بالنسبة للأجور، وزيادة الحد الأدنى